النهارده حلقتنا عن شاعر كانت كلماته أجرأ من الرصاص وأقسى من البرد. شاعر ما كتبش قصايد تتقال وبس، لكن كمان كتب مواقف وكتب غضب ووجع جيل كامل. يا مسهل الحال يا رب، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأدباتي. الحكاية بتبدأ في واحدة من غرف مستشفى الأورام في القاهرة. كان في شاب نحيف قاعد على سرير أبيض وفي إيده ورقة وبيكتب. الدكاترة كانوا شايفينه مجرد مريض سرطان، لكن الحقيقة إن اللي كان قاعد وقتها واحد من أهم شعراء جيله. الشاب ده كان اسمه أمل دنقل، والغريبة إن الشاعر اللي كتب لا تصالح كان بحارب وقتها، بس مش عدو، كان بيحارب المرض. بس علشان نفهم الحكايه كامله لازم نرجع شويه لورا. امل دنقل اتولد سنه 1940 في قريه اسمها القلعه في محافظه قنا في صعيد مصر. بيئه هاديه لكن بيت مليان كتب. والده كان عالم ازهري وعنده مكتبه كبيره فيها دواوين الشعر القديم، في المتنبي، ابو تمام، عنتره وغيرهم. وكان امل دنقل يفضل يالف في الكتب دي بالساعات ويحفظ الشعر من غير ما يفهمه احيانا، لكن اللغه بنت نفسها جواه بدري. لكن الحياة ما مشيتش بسهولة، لأن أمل دنقل وهو عنده 10 سنين بس والده توفى. فجأة الطفل اللي كان قاعد وسط الكتب بقى مطالب إنه يشتغل ويساعد أسرته. اشتغل في أكتر من شغلانة وفضل يتنقل بين المحافظات وساب دراسته. يمكن اللحظة دي هي أول صدمة كبيرة في حياته، واللي خلت شعره بعد كده دايما في إحساس بالفقد والتمرد والرفض. بعد كده بينتقل للقاهرة، وكانت القاهرة وقتها في الستينات مليانة حركة ثقافية كبيرة، شعراء، كتاب، مقاهي ثقافية وجدل سياسي وصوت جديد للشعر الحديث. لكن أمل دنقل ما كانش شاعر تقليدي، ما كانش بيكتب عن الحب بس ولا عن الطبيعة، كان بيكتب عن الهزيمة والسلطة والإنسانية. وفي سنة 1969 صدر أول ديوان ليه، البكاء بين يدي زرقاء اليمامة. والديوان ده لفت الانتباه فورا لأن لغته كانت مختلفة، فيها روح الشعر العربي القديم لكن بمعنى حديث. وكان واضح إن في شاعر جديد صوته مختلف. بعدها جت لحظة مهمة في حياته، وهي نكسة 1967، الهزيمة اللي هزت وجدان المصريين وغيرت طريقة التفكير والشعر كمان. وساعتها كتب أمل دنقل قصايد بتعبر عن الصدمة والوجع والرفض، ومن هنا بدأ اسمه يكبر. لكن اللحظة الأهم كانت سنة 1976 لما كتب قصيدة لا تصالح. لكن الحياة كان ليها رأي تاني. في أواخر السبعينات اكتشف أمل دنقل إنه مريض سرطان. دخل معهد الأورام وقضى فترة طويلة في غرفة رقم 8، وهناك بيكتب واحدة من أهم أعماله وهي أوراق الغرفة 8. وكان دايما بيكتب عن المرض لكن مش باستسلام، كان بيكتب كأنه في معركة مع الوقت والألم والنهاية. أمل دنقل ما كانش شاعر جماهيري بالشكل التقليدي، وما كانش بيظهر كتير في الإعلام ولا بيدور على الشهرة، لكن كلماته كانت بتوصل، يمكن لأنه كان بيكتب بصدق من غير مجاملة ولا حسابات. وفي سنة 1983 بيرحل عن عالمنا أمل دنقل، كان عنده 43 سنة بس، لكن وبالرغم من عمره القصير ترك أثر كبير جدا. قصايد فضلت تتقال وتتكرر وعايشة معانا لحد النهاردة. يمكن لأن أمل دنقل ما كانش مجرد شاعر، لكن كان صوت بيسأل أسئلة صعبة عن العدل والكرامة والإنسانية، وعلشان كده هتفضل كلماته حاضرة لحد النهاردة. لا تصالح ولو قلدوا كالذهب. بس كده يا صديقي، دي كانت حكاية أمل دنقل، الشاعر اللي عاش حياته رفض ومرض وكتب ورحل بدري، لكن صوته فضل عايش معانا. وبكده خلصت حلقة النهاردة. يا ريت لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك، فولو، سبسكرايب وتفعل زر الجرس. أنا عبد الرحمن حبشي وده برنامج الأدباتي. سلام.